بسم الله الرحمن الرحيم. حبايبي طلبة تالتة ثانوي، النهاردة إن شاء الله بنكمل شغلنا في الكيمياء وحل بعض الملخصات على الأسئلة المهمة في الدرس. احنا النهاردة إن شاء الله في درس الخواص، مجمعين شوية أسئلة جميلة جدا في درس الخواص. تعال نحلها مع بعض إن شاء الله ونظبط الدنيا. أول سؤال بيقول: الشكل المقابل يوضح العلاقة ما بين العدد الذري والكتلة. طب ايه معلومتنا عن الكتله؟ بتشذ عند النيكل، يعني الكتله تزيد 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 تنزل عند النيكل وترجع تكمل تاني. طب هو جايب الرسمه بتزيد اهي، من A ل B بتزيد، بدات تنزل، يبقى العنصر C ده من غير ما تفكر هو عنصر النيكل. بقول هل العنصر ده العنصر B هو اللي بيشذ؟ لا، العنصر C. العنصر دي اللي هو النحاس، ما هو الايه الحديد، B الكوبالت، تشذ وتنزل عند النيكل، تزيد تاني عند النحاس. بقول العنصر دي في المجموعة الثامنة غلط لأنه في ال1 بي. العنصر سي اللي هو عنصر النيكل في المجموعة الثامنة دي مظبوطة، موجود في المجموعة الثامنة. الشكل المقابل يوضح العلاقة بين الكتلة برضو. طب نبص كده على الكتلة، زادت، قلت، وزادت تاني. يبقى قلت عند النيكل، رجعت زادت تاني عند النحاس، واللي قبله الكوبالت، واللي قبله الحديد. ترتيب قلناه كتير. بقول العنصر الذي يستخدم مع عنصر غير انتقالي في بطاريات إعادة الشحن. طبعا البطارية اللي ممكن نعيد شحنها هي بطارية النيكل كادميوم، وعنصر الكادميوم هنا هو العنصر الغير انتقالي. يبقى هو بيدور على عنصر مين؟ شطار، بيدور على عنصر النيكل، والنيكل هنا واخد الحرف سي. الشكل المقابل يوضح العلاقة ما بين الكتلة والعدد الذري، بس جاب منطقة تانية. خلي بالك الكتلة بتزيد بتزيد، فجأة الكتلة بدأت، أول ما تتلاقي الكتلة بدأت تقل حط عنصر النيكل، واللي قبل النيكل كوبالت، واللي قبل الكوبالت حديد، واللي قبل الحديد منجنيز. بقول مطلوب بقى أيا من هذه العناصر يستخدم في صناعة المغناطيسيات. طبعا احنا عندنا عنصرين قابلين للتمغنط، الحديد قابل للتمغنط، المنجنيز اسمه الكوبالت قابل للتمغنط. الكوبالت ده واخد الحرف سي، والحديد واخد الحرف بي. يبقى احنا هندور على الإجابة بي وسي قابلين للإيه؟ للتمغنط. السؤال اللي بعده: ثلاث عناصر اكس وواي وزد تتبع السلسلة الأولى، فإذا كان، شوف بقى المعلومات عشان نفسر معانا مين. إكس يكون مع عنصر ممثل. يا حبيبي العناصر الممثلة المشهورة في السبائك الألمنيوم والكربون، والألمنيوم لحد النهاردة هو اللي غالب في السبائك. تستخدم في عبوات المشروبات الغازية، منجنيز وألمنيوم. يبقى هو هنا بيتكلم عن المنجنيز. واي يحتوي على اوربيتال واحد تام الامتلاء بالالكترونات، يعني اول واحد يحصل له ازدواج، الحديد. زد يدخل مع عنصر اقل منه في الكتله في صناعه ملفات التسخين. طبعا ملفات التسخين هي النيكل كروم. بقول لك ان العنصر اللي انا بدور عليه بيكون مع عنصر تاني اقل منه في الكتله اهو. زد يدخل مع عنصر اقل منه في الكتله. طب اللي اقل في الكتله النيكل ولا الكروم؟ الكروم. يبقى احنا بنتكلم عن عنصر مين؟ النيكل. فإن ترتيب هذه الذرات حسب أقصى حالة تأكسد. تعال نحطهم كده: منجنيز، حديد. أفتح جدول حالات التأكسد هتلاقي إن الكوبالت أكبر حاجة رباعي، الحديد أكبر حاجة سداسي، المنجنيز أكبر حاجة سباعي. يبقى لما أجي أرتب منجنيز، المنجنيز بقى هنا واخد الحرف إيه؟ المنجنيز واخد الإكس، والحديد واخد الواي، والنيكل واخد الزد. يبقى الترتيب اهو اكس واي زد. السؤال اللي بعده جايب لنا رسمه، الرسمه دي خاصه بنصف القطر، بادئه طبعا من نص قطر كبير سكنديوم، قعدت تقل 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 لحد ما ثبتت عند عنصر الكروم، وفضل الثبات ماشي لحد عنصر النحاس. فإن العنصرين اللذين يستخدمان في صناعة المغناطيسيات، طبعا المغناطيس عبارة عن عنصر الحديد وعبارة عن عنصر الكوبالت. طب فين عنصر الحديد وفين عنصر الكوبالت؟ عنصر الحديد ده الكروم،
يبقى ده المنجنيز، يبقى ده الحديد. عنصر الكوبالت اللي بعده يبقى اف وجي، ماشي، من نص القطر. السؤال اللي بعده، الشكل يعبر عن تدرج نصف القطر لجزء من الدورة الرابعة، ادرس ثم اكتب. بقول لك من اكس لحد واي نص القطر بيقل، يبقى من السكنديوم لحد الكروم. ومن واي لحد زد نصف القطر بيثبت، يبقى من الكروم للنحاس. كلام حلو. عايزين نروح للمنطقة ألف اللي نص القطر قل فيه. تعال لما أقول لك اللي بيخلي نص القطر يقل الشحنة الفعالة، بتشد الإلكترون تصغر لك نص القطر. طب واللي بيكبره تاني التنافر. طب لو الشحنة الفعالة كسبت نص القطر يقل. طب لو التنافر كسب نص القطر يزيد. طب لو الاتنين سوا سوا قد بعض يتساوى نصف القطر أو يثبت يعني. المنطقة ألف بتقل يبقى الشحنة الفعالة بتكسب. تأثير الشحنة الفعالة أقل، غلط. يساوي، غلط. دي صح. منعدم، غلط. إيه الإجابة جي؟ نتأكد برضه. بص الناحية التانية، المنطقة ب فيها ثبات، يبقى الاتنين سوا سوا، يعني الاتنين قريبين جدا من بعض. قال لك أهو يساوي، يبقى الإجابة ج إجابة مظبوطة. الجدول التالي يوضح التركيب الإلكتروني لكاتيونات بعض العناصر. تعال نشوف دول مين. ده رباعي عشان جنبه أهتين، رباعي جنبه أهتين، ثلاثي. الأولاني بعد ما فقد 4 بقت الدي فيها 3، أرجع له الأربعة تاني. ماشي، 4 على ال3 اللي كانوا موجودين يبقوا 7. ال7 دي يعني 2 وإيه؟ و5، صح؟ يبقى ده عنصر المنجنيز. اللي بعده فقد 4 ما عادش معاه الا الارجون، ارجع له الاربعه تاني. ارجع للاس 2 وارجع للبي 2. معلش، ارجع الاس 2 والدي 2، ده اللي هو التيتانيوم. التالت ثلاثي بعد ما فقد 3 لسه معاه 2، يبقى هو في الاصل كان معاه 5. 2 و3. مين الاتنين و3؟ عنصر الفانتي. دي العناصر اللي احنا بنتكلم عنها. فإن الترتيب الصحيح حسب نصف القطر. طبعا اللي بيجي في الأول التيتانيوم، وبعد كده الفانديوم أو الفاناديوم، ثم بعد كده بيجي عنصر المنجنيز. التيتانيوم كان الراجل مسميه واي، والفانديوم كان مسمينه زد، وده الإكس. يبقى زد واي زد إكس، واي زد إكس. ماشي. السؤال اللي بعده، A B C 3 عناصر انتقالية. A يكون مع عنصر ممثل، بيعيد الكلام تاني اهو، تتميز بخفتها سكنديوم، خفتها وشدة صلابتها في طائرات الميج المقاتلة. B يكون مع الصلب سبيكة تتميز بالقساوة، فانديوم، زنبركات السيارات. يكون مع عنصر ممثل سبيكة تتميز بمقاومتها للتآكل. احنا عندنا مثلا النيكل مع الصلب سبيكة بتقاوم التآكل، صح؟ يعني ممكن نقول هنا النيكل. مظبوط. عندنا عنصر تاني في المنطقة دي، سبيكة، عنصر يكون مع عنصر ممثل. ده بقول لك مع عنصر ممثل، استنى، يبقى المنجنيز. ليه؟ لأن المنجنيز مع الألمونيوم في عبوات الكنز، وعبوات الكنز ديت ما بتصديش. فإن ترتيب العناصر حسب نصف القطر. طبعا أكبر نصف قطر السكنديوم، أكبر من الفانديوم، أكبر من المنجنيز، يعني الإيه أكبر من البي، أكبر من السي. وبرضه على حسب العنصر ده، يعني ده وجهة نظري. الجدول التالي يعبر عن 3 عناصر متتالية في الجدول A B C. بيتكلم هنا عن عدد الأوربيتالات، طبعا كلهم أرجون. أرجون 18، والأرجون 18 بيبقى عنده 9 أوربيتالات، 4s و 3d. تعال نشرح بقى واحدة واحدة وافهم معايا. الأرجون عنده 9 أوربيتالات، والإس عنده أوربيتال، والدي عنده 5. تعال نشوف بقى هو عاوز إيه. بيقول إن العنصر الأولاني عنده
11 اوربيتال مليان، دول 9، وده هيتملى باتنين، مش عارف القلم ماله كام، ماله معلش، وعنده 2 اهمت، يبقى كده 10 اوربيتالات. لسه عايزين اوربيتال. مين اللي عنده اوربيتال هنا؟ الحديد، صح؟ اول واحد يحصل عنده ازدواج، وطالما قال متتاليين يبقى الكوبالت يبقى النيكل. كده معانا الثلاث عناصر. نمسح بقى ونشوف هو عاوز ايه. طلباتك بيقول الترتيب حسب ايه؟ حسب الكتلة. لو حسب الكتلة كوبالت نيكل حديد بي سي اي، محترم، جايبها من اول مرة، يصلح حاله. التنجستن عنصر انتقالي يقع في السلسلة الانتقالية الثالثة، يعني 5 دي. أي الاختيارات صحيحة عن هذا العنصر؟ بيقول كثافته، طبعا احنا عارفين الانتقالي كثافته مرتفعة، انصهاره مرتفع، غليانه مرتفع، بيوصل كهرباء. هنا قال ما بوصلش، يبقى ده غلط. فألف مثلا كثافة عالية، انصهار عالي، غليان عالي، بيوصل، ده صح. طب نتأكد ان ب غلط. عامل كثافة قليلة. جيم كثافة قليلة. خلاص، يبقى الإجابة الصح الإجابة ألف. ترتيب عناصر المجموعة الثامنة في السلسلة الانتقالية الأولى. المجموعة الثامنة الحديد، كوبالت، نيكل، دي المجموعة حسب الكثافة. نفس الكلام برضو، الأكبر كثافة نيكل، كوبالت، حديد. بقول إن سي أكبر واحد، يبقى ده السي، يبقى ده البي، يبقى ده الإي. طلباتك عدد البروتونات. عدد البروتونات يا ابني يعني العدد الذري في نواة العنصر بي أقل من إيه؟ أقل إزاي؟ إذا كان ده ب27 وده ب26. لا توجد إلكترونات مزدوجة. غلط، كلهم عندهم ازدواج. من أول الحديد في ازدواج. الكتلة الذرية للعنصر سي أقل من العنصر بي، صح؟ اصلح حالك يا رب. النيكل أقل عشان عنده 5 نظائر مستقرة فين؟ في الطبيعة. 15 عنصران انتقاليان متتاليان من السلسلة الأولى إكس وواي يقعان في نفس المجموعة. طالما في نفس المجموعة يبقى المجموعة الثامنة، يعني حديد، كوبالت، نيكل. سهلة ايه؟ كثافة واي أقل من كثافة إكس. احنا لحد دلوقتي مش عارفين من واي ومن إكس. والكتلة الذرية لإكس أكبر من الكتلة الذرية لواي. شكله رايح في المنطقة دي. يعني ايه؟ بقول احنا مش عارفين من اكس واي وزد، بس بقول واي اكبر من اكس في الكثافه، بس اكس اكبر من واي في الكتله الذريه. وكنت شرحنا الحته دي قبل كده، قلنا ان النيكل يكسب الكوبالت في الكثافه، لكن الكوبالت يلطش له في الكتله. يبقى احنا بنتكلم عن النيكل ومين والكوبالت. كثافه واي هي الاقل، يبقى واي هو الكوبالت، ومين واكس هو النيكل. ماشي ولا احنا عندنا غلط؟ كثافة واي أقل من كثافة إكس. كثافة واي أقل من كثافة إكس. حصل كثافة الكوبل أقل من كثافة النيكل. النيكل أكبر. رجع قال والكتلة الذرية لإكس أكبر من الكتلة الذرية لواي. الكتلة الذرية لإكس أكبر من واي. يبقى احنا كده ماشيين غلط. نرجع تاني نقول حديد، كوبالت، نيكل. قولها تاني بقى. كثافة واي أقل من إكس. كثافة واي أقل من إكس. هناخد دول أهو. واي اللي هو مين؟ الحديد. إكس اللي هو الكوبل. والكتلة الذرية لإكس أكبر من واي. حصل. يبقى هما الحديد والكوبلت. ليه؟ أصل هو مرة استخدم أقل ومرة استخدم أكبر، مع إن هي نفس الجملة. يعني هو بيقول ان العنصر اكس اكبر في الكثافه واكبر في الكتله، بس هو اللي قال. العنصر واي يكون مع الصلب سبيكه مقاومه للصدأ. لا، العنصر واي يحتوي على 4 الكترونات مفرده. حصل، اللي هو الحديد. العنصر اكس يشذ في الكتله الذريه. لا، النيكل هو اللي كان بيشذ. العنصر اكس له اكبر نص. ما حصلش طبعا.
يبقى الإجابة الصح الإجابة ب. 3 عناصر انتقالية X و Y و Z. X الأعلى في الانصهار يبقى الكروم، Y له حالة تأكسد واحدة يبقى السكنديوم اللي هو موجب 3، Z أقل واحد في النشاط يبقى النحاس. ندور كده على كروم موجود 3 مرات، Y هو السكنديوم مش موجود إلا مرة واحدة، يبقى الإجابة الصح الإجابة ج. الشكلان أ وب يمثلان بشكل تقريبي العلاقة بين خاصيتين. واضح في الصفة الأولى إن الصفة بتزيد، وفي الصفة الثانية زي ما رسم كده يعني الصفة ثبتت ورجعت قلت سنة صغيرة. ثبتت دي يبقى احنا رايحين في نصف القطر. زادت دي ممكن تكون كثافة وممكن يكون توصيل بالكهرباء. بيقول المحور A اللي هو ده يمثل، انا شايف ان هي كثافة او كهرباء، يبقى كتلة لا لانها بتشذ. وخلي بالك هو قال فوق الثلاث عناصر متتاليين. متتاليين، افتكر الجملة دي. طيب نخش على العمود الثاني. احنا اخترنا نصف القطر وهو اصلا مختار نصف القطر جاهز، يعني العمود ده اصلا ماليش لازمه. العناصر هي احنا عايزين 3 عناصر متتاليين، نيكل نحاس خرسين. هم 3 عناصر متتاليين، بس في نصف القطر كان فيه 2 ثابتين وده ما حصلش هنا. الاثنين الثابتين اللي هو مين بقى؟ كان فيه كروم منجنيز نحاس، دول ثابتين، وحديد كوبالت برضو كانوا ثابتين، كروم منجنيز كوبالت مش متتاليين، حديد كوبالت نيكل متتاليين. ومش كده وبس، والحديد والكوبالت نفس نصف القطر بالظبط، وعند النيكل مظبوط بايه اللي صح، حديد كوبالت نيكل. أي الأشكال البيانية التالية يعبر تعبيرا صحيحا عن العلاقة بين الكثافة والكتلة الذرية للعناصر المذكورة؟ ماشي؟ طبعا الكثافة ماشي عادي، حديد كوبالت نيكل نحاس، حديد كوبالت نيكل نحاس، حديد كوبالت نيكل نحاس، حديد كوبالت نيكل نحاس، حديد ماشي مظبوط، يبقى الكثافة ما فيهاش مشكلة. نبص على الكتلة بتزيد وتنزل عند النيكل. نبص اهي بتزيد وتنزل عند النيكل وترجع تزيد تاني، ده صح. طب دي غلط ليه؟ مخلي 2 شبه بعض. غلط ليه؟ مخلي دول شبه بعض ودول شبه بعض، وده ما بيحصلش. غلط ليه؟ لأن هي المفروض بتزيد بس لازم كانت تنزل عند النيكل، لكن هو غلط. جايب لي 4 عناصر، عنصر ما عادش معاها الا الارجون، ده الارجون، وفاقد 3. ارجع له ال3 اللي كان فاقدهم تاني. طالما رجعت له ال3 يبقى لسه كان فاقد 3 وما عادش معاه الا 1، يعني كان معاه 4، 2 2، يبقى ده عنصر التيتانيوم. كان فاقد 3 ولسه معاه 5، يعني كان معاه 8، 2 6 و2 6 الحديد. كان فاقد 3 ولسه معاه 4، يعني كلهم كانوا 7، يبقى ده المنجنيز. أيهما أكثر استقرارا؟ المنجنيز الثلاثي؟ طبعا لا، المنجنيز الثنائي. ليه الثنائي؟ عشان الدي نصف مليان. أيهما أكثر استقرارا؟ الحديد اللي هو السي الثنائي ولا الحديد الثلاثي؟ طبعا الثلاثي، لأن الدي بتاعته بتبقى ب5. أسئلة بسيطة. أيهما أكبر في نصف القطر؟ A ولا B؟ A طبعا A، لأن A هو عنصر السكندي. X و Y و Z 3 عناصر. X يستخدم في زراعة الأسنان التيتانيوم، Y يستخدم في الصورة النقية اللي فاضحنا المنجنيز هشاشة، Z يستخدم في النشادر كعامل حفاز حديد. رتب هذه العناصر حسب جهد تأينها الثالث، يعني وهي بتفقد الإلكترون رقم 3 كانت مكلفاني طاقة كبير. من غير ما تفكر، المنجنيز أكتر واحد في الجهد الثالث بيكلف، لأنه 2 5، لما يفقد 2 الثالث هيجيبه منين؟ من ال5، وال5 ده نصفه ممتلئ بيكلفنا بعض الطاقة. وبعد كده معانا تيتانيوم ومعانا حديد. المفروض الحديد عشان يروح للثلاثي الموضوع سهل، لانه رايح لحاله اكثر استقرار. لكن هل التيتانيوم كان رايح لحاله اكثر استقرار؟ لا.
رتب هذه العناصر حسب الكثافة. الكثافة بتزيد، اللي جاي في الأول هو التيتانيوم، اللي جه بعده المنجنيز، واللي أعلى شوية الحديد. اكس وواي وتي 3 عناصر متتالية في السلسلة، أكبرهم في الكثافة واي. طبعا الأكبر في الكثافة الأكبر في العدد الذري، بس المشكلة إن كل واحد منهم لما يفقد 3 عزمه بيبدأ يقل. أنا أقولها لك بقى نصيحة: لما تتلاقى عناصر متتالية وفاقدين زي بعض، بس كل ما بفقدهم وبتتنقل من واحد للتاني المفرد بيبدأ يقل، يبقى أنت من عند الحديد. كوبالت، نيكل. ليه؟ ما هو الحديد 2 6 2 7 2 8، صح الكلام؟ طيب السؤال بقى، ده هيفقد 3 يبقى لسه معاه 5، هيفقد 3 معاه 4، هيفقد 3 معاه 7، معاه ده هنا 6 يعني 4 مفرد، يعني ده معاه 5 مفرد، ده معاه 4 مفرد، ده معاه صح العزم بيقل. يبقى حديد وكوبالت ونيكل. رتبهم حسب الشحنة ايه؟ الفعال. الشحنة الفعالة عكس نص القطر، يعني أكبر واحد في الشحنة الفعالة النيكل، ثم الكوبالت، ثم الحديد. رتبهم حسب الكتلة الذرية. طبعا الكوبالت هيجي أول واحد، ثم النيكل لأنه شاذ في الكتلة، ثم الحديد. اتكرر كتير دي. الاختيار الصحيح الذي يعبر عن العامل الحفاز المناسب للعملية الكيميائية. مين اللي استخدم في طريقة التلامس؟ V2O5 أهو، يبقى هنا غلط وهنا غلط. مين اللي استخدم في انحلال فوق الأكسير؟ ثاني أكسيد المنجنيز أهو، يبقى دي الإجابة الصح. أكد: الحديد في شرطربش، والنيكل هدرجة الزيوت. المخطط التالي يوضح خطوات تحضير حمض الكبريتيك بطريقة التلامس. تعال نفتكر كده الشحنات. الكبريت كان واقف لوحده، كانت شحنته بصفر، جنبه أهتين يبقى بموجب 4، جنبه 3 أهات يبقى بموجب 6. في حمض الكبريتيك برضه بموجب 6. شرحناها في السنتر ووضحناها بالأرقام. طلباتك: الخطوة هي اللي ما حصلش فيها لا أكسدة ولا اختزال. الخطوة دي خطوة R، لأن أنت داخل بنفس الشحنة وخارج بنفس الشحنة. طب الخطوة هي اللي كان فيها العامل الحفاز. أقول لك بسرعة، أجيب بس لونتين. الخطوة دي خطوة التلامس، اللي تلامس SO2 مع الO2 على سطح العامل الحفاز. تبقى الإجابة المظبوطة الإجابة ج. ادرس الجدول التالي الذي يعبر عن عنصر انتقالي X. العنصر ده لما بفقد 2 بيبقى عنده 2 مفرد، ولما بفقد 3 مفرد، ولما بفقد 4. ده العنصر ده النيكل من غير ما تفكر. ما هو الحل الكتير يخلي الحاجه دي تيجي بسرعه. العنصر اللي بفقد 2 عنده 2 3 عنده 3 4 عنده 4 النيكل. وجربها كده. العنصر ده الكتله الذريه له يعني اكبر من اللي قبله. اكبر ايه ده فضحنا، ده اقل من اللي قبله واقل من اللي بعده. كثافته اقل من الذي يسبقه، لا اكبر، لان الكثافه بتزيد. العنصر اكس يقلل طاقه التنشيط هابر وبوش، لا الحديد اللي بيعمل كده هو في هدرجه الزيوت. العنصر ده يكون مع الصلب سبيكه صح مقاومه للاحماض وبيحفظوا فيها الاتش. افتكر النيكل يفقد 2 مفرد، 3 مفرد، 4 مفرد. مزيكا راجل ابن ناس. نخش بقى في رسومات العامل الحفاز. الشكل التالي يمثل التغير في طاقة التنشيط قبل وبعد استخدام العامل الحفاز. ما طاقة التنشيط بعد استخدام الحفاز؟ طبعا بنطلع المسافة دي بس، هي دي. طب انت كنت عايز من غير حفاز كام؟ 100. العامل الحفاز موفر لنا كام؟ 30. يبقى انت عاوز 70. 100 شيل منهم ال 30 اللي هو موفرهم، يبقى احنا محتاجين 70 في الحفاز. من الشكل البيان المقابل قيمة محصلة، هو عاوز القيمة بس مش التغير. في التفاعل تساوي قيمة محصلة الطاقة المنطلقة، يعني هو عاوز دلتا اتش دي بس. المسافة ما بين المتفاعلات والنواة، تم دي كلها ب 150. لما نشيل منه الحتة دي 60 يبقى احنا جبنا المنطقة دي، صح؟
150 شيل منهم 60 يبقى 90. من الشكل البياني المقابل قيمة طاقة التنشيط في حالة وجود عدم وجود حفاز. طالما عدم وجود يبقى الحاد أعلى نقطة، دي من غير حفاز. كان واقف عند 60 طلع عند 120 يبقى المسافة 60. من الشكل البياني المقابل قيمة دلتا اتش للتفاعل الموضح بالشكل دلتا اتش المسافة دي. خلاص اطرح دي كلها ناقص دي. كام ناقص كام؟ 250 ناقص 160 يبقى 90، بس تاخدها بإشارة سالب لأن التفاعل طارد. سهلة خالص. افتكر ما ينفعش دلتا اتش تتحط إلا بالإشارة. من الشكل البياني المقابل التغير في المحتوى الحراري يعني دلتا اتش بس للاتجاه العكسي. يعني كده كده كده. طب ما انا اجيب الاتجاه الطرد الاول، اجيب الرقم الاول. المسافه دي كلها 260 والمسافه دي 190، لو طرحناهم من بعض نجيب دلتا اتش. 260 ناقص 190 يبقى 70، بس بالسالب. لا يا حبيبي الموجب. ليه؟ اصل هو عاوز الاتجاه العكسي، الموجب ده في الاتجاه الطردي. معلش غلط، هو عاوز العكسي، والعكسي تفاعل ماس اشارته موجب، لان وانت ماشي في الاتجاه الطرد ونازل كده كانت بسالب 70 لانه طارد، لكن هو عاوز العكسي يعني عاوز الماس. يوضح الشكل المقابل رسمة بيانية لسير التفاعل الآتي بدون العامل الحفاز. ادرس جيدا أي من التغيرات الآتية تحدث عند إضافة العامل الحفاز. خلي بالك العامل الحفاز جودته، يعني العامل الحفاز الافضل اللي يقدر يخلي طاقه التنشيط تقل اكتر. اهو انت رسمت كده مثلا، وده العامل الحفاز وده عامل حفاز تاني. كل ما طاقه التنشيط تقل وتقل اكتر واكتر يبقى العامل الحفاز افضل. هو بقول هل العامل الحفاز قيمته بتزيد لما ترتفع قيمه البي، ترتفع قيمه الاي والدي، تنخفض قيمة C و B، تنخفض قيمة B و D. أنا شايف إن كلامه كله على منطقة البي ومنطقة السي. كل ما القيمة بتاعتهم تبدأ تقل 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 يبقى العامل الحفاز شغال أكتر، B و C. كل ما تنخفض يعني بدل ما عاوز المسافة الكبيرة دي أخليها تنخفض أكتر 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 وأنا نازل. السؤال 31. تزداد كفاءة العامل الحفاز كلما زادت القيمة العددية. لسه قايلها من شوية. لو القيمة العددية لجي زادت أو القيمة العددية لمين؟ لبي، يعني عايزين جي. إزاي؟ أدا العامل الحفاز وهو كده. لو دي أفضل ولا دي أفضل؟ لا التانية أفضل. كل ما النزولة تبقى نزولة كبيرة كل ما العامل الحفاز يبقى شغله أفضل. السؤال اللي بعده. إذا علمت أن الطاقة المنطلقة من هذا التفاعل 100، يعني الطاقة المنطلقة اللي هي دلتا اتش بكام؟ ب100، فإن طاقة التنشيط التفاعل في الاتجاه الطردي عند استخدام عامل حفاز. قصده دي. طب واحنا هنجيبها ازاي؟ طب ما دي على بعضها ب250، لما نشيل منها ال100 دي يبقى لسه معانا 150. طبعا ارجو ان انتم تكونوا فهمتوا الجزء دوت والدنيا تبقى مظبوطه ان شاء الله في طاقه التنشيط والتفاعلات. السلام عليكم.